السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد وفكره اكل جديد. نعمل ايه النهارده؟ اكل جديد. انا معاكم النهارده بعمل ايه؟ انتوا شايفين كده اللي على النار ده بانيه انا فرمته مع بصلايه مع ملح وفلفل وشويه قرفه وشويه بهارات لحمه، وكبيته وفرمته في الكبه، وعملت زي ما انتوا شايفينه كده كور مع ايه. عاملين النهارده قلقاس، انا عملته معاكم في القناه قبل كده. القلقاس طبعا احنا بنجيبه وبنقطعه قطع صغننه كده، بنكون عاملين له السلق بالسمنه زي ما قلت لكم. كنا بنعمل السلق ازاي؟ بنجيب السلق ونقطعه ونغسله ونحطه في قلب الطاسه مع حبه، مع كم اللهم صل على النبي، توم، كم فص توم مع حته سمنه حسب الكميه اللي انتوا بتعملوها، مع شبت وبقدونس، وده بيتحمر كله في بعضه. وبعدين بقى بتطحنوه، يا تطحنوه في الكبه، تطحنوه في خلاط، تطحنوه على ايديكم براحتكم. بالمنظر ده بنكون عندنا شوربه، ويكون احنا مقطعين القلقاس بالحجم اللي انا هوريه لكم ده اهو، بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. انا ده كده القلقاس ده كده استوى عندي خلاص، بس انا ايه بوريكم الفكره بس مش اكتر تعملوا اكل ايه النهارده. ماشي اهو، انا معاكم اهو كده. ده خلص خلاص، قلنا شوربه بعصر فيها فص ليمونه، وبكون القلقاس عندي غسلاه، مش غسلاه، انا ما بغسلوش بصراحه، انا بقطعه زي ما انتم شايفينه كده، بقطعه بالطريقه دي كده وبشيله في الديب فريزر عندي. وقت ما اكون عايزه بطلع بقى بعصر في الشوربه فص ليمونه بس عشان تخلي لي الشوربه عامله كده. ده لا مغسول ولا اي حاجه خالص، بالطريقه دي كده زي ما انتوا بقول لكم كده. شوربه فيها فص ليمونه. الشوربه طبعا بتاعتك بتبقى حاطه فيها بقى حاجتك كلها بتاعت تسليق اللحمه، تسليق الفرخه، مش فارقه، بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده اهو. ده القلقاس. وعندنا بقى عملنا جنبه رز بشعريه بنفس الطريقه دي. كلنا شطار بنعمل رز بشعريه ازاي. الرز بشعريه بيتعمل ازاي؟ حته السمنه بنحمر فيها شويه الشعريه حسب الكميه اللي انت هتعملي بيها الرز، تمام، بالطريقه دي كده. وبعدين بيكون غاسلين الرز حاطينه تقلبتين مع حبه الملح، ونحط الميه بتاعتنا حسب كميه الرز اللي احنا عاملينه. ده اكلنا النهارده زي ما انتم شايفين كده، قلقاس ورز. والبانيه اللي انا قلت لكم عليه بنحمره بالطريقه دي كده. انا فرماه اهو، انا فرماه. بصوا جمال، بصوا جمال برضو فكره جديده مش مكلفه قوي. ده نص كيلو بانيه وانا فرمته. انا كده بجيب البانيه من عند بتاع الفراخ، بخليه عندي، عايزه اقليه، عايزه افرمه، عايزه ما عنديش فراخ وعايزه اعمل جنبه اي حاجه بدخله جوه لاي اكل انا بعمله، ما فيهوش اي مشكله. بنحمرها زي ما انتم شايفين كده بدون ميه خالص، وانتوا بتكببوها بتعوزوا ايديكم بس حبه زيت وتكببوها، وتبقوا ضاربينها في الكبه. ازاي بقى بنضربها في الكبه؟ بنضربها في الكبه ببصلايه، شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه بهارات، وشويه قرفه، بس مش اكتر من كده. ونكببها بعد ما بتضربيها طبعا، بتسيبيها شويه بس ترتاح، شويه صغيرين زيها زي اي عجينه عشان ما تلزقش في ايديك، ترتاح بس مفيش 10 دقايق كده، وتبتدي بقى تعوزي ايدك زيت وتعملي بالطريقه دي كده. عايزه تعمليها صوابع، عايزه تعمليها مكببه، عايزه تعمليها همبرجر، برضو براحتك، مفيش اي مشكله. اهو زي ما انتم شايفينها كده خلاص. هتاخد اللون الحلو اللي انا شايفينه ده، ما حطيتش ميه خالص. هي هتنزل ميتها مع حبه زيت صغننين، حبه سمنه صغيرين، اللي انتوا عايزينه، ما بشرطش عليكم اي حاجه اهي. وبألف هنا وشفا. ودي فكرتنا النهارده في الاكل، يا رب تكون عجبتكم واكون بفيدكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله. انا اسفه حبايبي، معلش انا قفلت معاكم الفيديو كده من غير ما اغرف الاكل قدامكم. الاكل انا غرفته بالطريقه دي كده اهو زي ما انتم شايفينه اهو. هنا معانا اهي كفته الفراخ زي ما وريتها لكم كده، بصوا شكلها عامل ازاي اهي بعد ما نزلتها من على النار. وهو القلقاس، وادي الرز بتاعنا ابو شعريه.
وده اكلنا النهارده. معلش انا ختمت الفيديو معاكم، بس هرجع اختمه تاني. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.